القصة اللي حصلت لي قبل 3 أسابيع من اليوم، الساعة 8:30 الصباح. كالعادة أروح البحر وأسبح. اللي حصل إن شاء الله أني دخلت في دوامة صغيرة سحبتني بين صخرتين. نشبت جسمي، نشب بين صخرتين، ما قدرت أخرج منها. حاولت بكل الطرق، حاولت أتحرك، حاولت أسحب نفسي منها، ما قدرت. فجأة لقيت نفسي فوق البحر يمكن بمتر. روحي حسيت أنها انفصلت عن جسدي بارتفاع متر على البحر، وكنت أشوف نفسي بين الصخرتين. أقول من هذا؟ أعرف هذا الإنسان يشبه لي. سبحان الله العظيم. حتى يوم كنت في البحر بين الصخرتين عمق يمكن 2 متر تقريبا، أقل أو أكثر بشيء بسيط. فجأة لقيت نفسي في نفق مظلم، ظلام عمري ما شفت مثل الظلام هذا. ظلام حالك، سبحان الله العظيم. يعني كنا نعرف أن الظلام اللون الأسود، لكن اللون الأسود اللي في الدنيا يختلف عن اللون اللي أنا شفته. النفق هذا حسيت فيه شخصين خلفي، خلف ظهري، يتكلمون معي، ما هو باللسان، بالتخاطر، بالعقل. يعني يتكلمون بس أسمع كلامهم في راسي، ما أقدر أفتح فمي، ما أقدر أتكلم. يقولوا لي قدم قدم، كل شوية يمشي في النفق، كل ما أوقف يقولوا لي قدم شوية قدم شوية. سبحان الله العظيم. فنهاية النفق فتحة صغيرة جدا، يمكن بحجم فنجان القهوة، جاي منها نور عجيب رهيب. عمري ما شفت مثل النور هذا، نور زي الثلج، نور عجيب. قالوا لي ادخل مع الفتحة هذه. قلت لهم ما أقدر، أنا جسمي كبير، ما أقدر أخش مع الفتحة هذه صغيرة. قالوا لا، أنت روح عند الفتحة هذه وتخش منها. سبحان الله العظيم. دخلت مع الفتحة هذه، ما تضايقت فيها ولا شيء. دخلت مع الفتحة، أول ما دخلت مع الفتحة شفت بشر، أسأل الله العظيم أن لا يري مسلم المنظر اللي أنا شفته. صحراء كبيرة فيها أمة لا إله إلا الله. كم عدد البشر هذا ما يعلمهم إلا الله. هل هم بالملايين، بالمليارات، الله أعلم، بس عدد لا يعد ولا يحصى. كنت أشوفهم كل ما يمشون تنغرز رجولهم في الطين، وسبحان الله العظيم تسيح. كل ما يدعس أحد في الطين فجوة في نار من النار، يطلع رجله بدون ساق، بدون لحم، بدون عظم. وأسمع زفيرهم وصياحهم، أسمعهم يصيحون، وأنا اشتد فينا الخوف. لسه أنا ما مشيت معهم، كنت واقف، واللي كانوا وراي الاثنين، اللي على يساري ينهرني روح يبغى يدفني، واللي على يميني يعني يهديني يطمني. سبحان الله، موقف شيء بالراس. الله لا يجعلنا نشوف الموقف هذا سواء في دنيانا أو آخرتنا. فجأة بلطف الله وقدر الله شيء يخطف أمامي. هل هو إنسان؟ هل هو مخلوق من مخلوقات الله؟ يمر من عندي بسرعة البرق، ويجي ورا ظهري بسرعة البرق. أخذ 3 أو 4 لفات. أسأل اللي على يميني، أسأله بالتخاطر، ما أشوفه، هم خلف ظهري، ما أقدر ألف راسي نهائيا. أسأله لأني اطمأنيت له اللي على يميني هذا، حتى أشعر بأمان وهو وراي. أقول له من هذا اللي جالس يخطف؟ قال هذا عملت صدقة بسيطة صغيرة، لكن الله تقبلها منك ورحمك في الموقف هذا اللي انت فيه. قال قبل 21 سنة و28 يوم، واللهم صل على محمد، 36 ثانية. كررها لي كذا مرة. قال عملت صدقة بسيطة، الله سبحانه وتعالى تقبلها منك ورحمك من الموقف هذا اللي انت تشوفه. وفي لمح البصر انتقلت لمكان آخر، مكان أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا منه. الله لا يحرمنا من المكان اللي كنت فيه. الله يجعلنا جميعا يعني نعيش في المكان هذا. بس هو ما هو الجنة، ما هو الجنة. يعني حتى الملك اللي خلفي كان يقول لي هذه حياة البرزخ. يعني سبحان الله العظيم، فعلا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. بستان عجيب جميل رهيب. البستان هذا كل شيء يتكلم فيه، أوراق الشجر، العصافير تتكلم، اللهم صل على محمد، النهر الجاري. عمري في حياتي على ما شفت أنهار، سواء في سفرياتي أو في مقاطع في انستغرام أو في يوتيوب، عمري ما شفت زي النهر هذا. النهر يوم يمشي يسبح لله. جمال النهر، صفاء الموية، رائحة الموية، والله العظيم، لدرجة
اني رحت عند حقين كل العطور، عبد الصمد القرشي، العربية، ابغى اشم الريحة اللي شميتها في النهر. وكنت احس اني عطشان عطشان عطش رهيب، ابغى اشرب من النهر. كل ما اقرب منه ابغى اشرب منه، احس انه يبعد عني. كل ما ابغى او في شيء تدفعني تردني عن النهر، لين حسيت اللي على يميني هذا اللي خلفي الله اعلم هل هو ملاك، هل هو مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه لحياة البرزخ، الله وحده يعلم. يقول لي اسجد لله، اسجد وسبح لله. سجدت ورفعت من السجود، النهر هذا اللي كان يبعد عني كل ما اقرب منه، سبحان الله اصبحت انا في وسطه. اصبح النهر يمشي يوصل لي لين صدري، وكل ما أشرب منه ما أرتوي، كل ما أشرب منه ما أرتوي، من جماله ومن لذته ومن طعمه ما يرتوي، ما ارتويت يعني. حسيت أني شربت والله العظيم لا يقل عن 3 طن، يعني تجاوز يعني العقل البشري، تجاوز شيء يفوق الخيال، يفوق الخيال. جيت عند شجرة، أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا من الشجرة هذيك، شجرة يعني شجرة التين، بس شجرة غير الشجر اللي شفتها في حياتي هذه كلها. الشجر يسبح لله ويتكلم، الأوراق كلها تتكلم وتسبح كلها التين، التين لا إله إلا الله إلى الآن والله العظيم طعمه فمي. والله العظيم أحيانا أتذكر يوم أكلتها والله العظيم، يعني الله يكرمك ويكرم السامعين، أنه رصاف فمي يعني يوصل لين دقني من اللذة، إلى الآن أتلذذها في فمي. أكلت من شجرة التين، يعني اللي شفت أشياء فوق الخيال. الخضرة غير الخضرة، خضرة الأرض، يعني شيء بستان ما يوصف، شيء صعب أوصفه. سبحان الله العظيم، فجأة لقيت نفسي فوق جبل. أسأل الله العظيم أن ينجينا من هذا الجبل ولا يجعلنا نشوفها لا في دنيا ولا في آخرة. الجبل جبل عظيم شاهق ارتفاع، يعني عمري ما شفت نفس الارتفاع هذا، وعرضه يعني على مد البصر، علما أنه نظري كان في الحالة هذه فيه قوة غير طبيعية. أشوف حتى دبيب النمل، حتى يمكن أنا في بين الصخرتين في البحر والله العظيم أشوف تحت التراب، أشوف مخلوقات الله اللي تحت التراب، في دقة وقوة في النظر غير طبيعية. اللهم صل على محمد. أشوف الناس اللي تحت الجبل، سموم النار توصل لين على الجبل، ارتفاع ما أقدر أوصفه، ما أقدر أقول 10 كيلو ارتفاع، 20 كيلو، 30 كيلو، 100 كيلو، أتوقع أكثر. شيء غير طبيعي. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كل البشر اللي كانوا موجودين اللهم صل على محمد جالسين يعذبون الله أعلم هل هم ملائكة العذاب. المهم أجسامهم زي أجسامنا، بس أيديهم طوال جدا، يمسكون الإنسان ويغرقونه، نفس البراكين اللي في الدنيا هذه بس أعظم منها بمراحل. لونها ما هو أصفر، من شدة نارها مايلة للأحمر وأطرافها للأزرق. نار كذا يغطسون البشر فيها. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يقينا عذاب القبر وعذاب جهنم ويدخلنا جنات النعيم يا رب العالمين. كنت أسأل الملك اللي على يميني، الله أعلم هل هو ملك أو مخلوق من مخلوقات الله، أسأل أقول هذول منهم هذول اللي جالسين يعذبون؟ قال هذه نار صقر. بس قال لي نار صقر، اللهم صل على محمد، إلا حسيت نفسي في صحراء كبيرة، صحراء كبيرة جدا، وفيها سموم الدنيا هذه ولا شيء. والله العظيم حرارة الأرض هذه اللي استشعرتها أنا ولا شيء، يعني يا ما أحيانا ولاع الواحد أصبع ينحرق كذا شيء بسيط. أقسم بآيات الله النار اللي أعرفها في الدنيا إنها تعتبر نعيم، السموم اللي كنت أحس فيها بجسمي شيء غير طبيعي، شيء لا يوصف. أنا ما أقدر أوصف الأشياء اللي هناك اللي شفتها، أشياء الجميلة، البستان وكذا، وأشياء اللي شفت فيها يعذبون الناس، نسأل الله العفو والعافية. مع المعذرة، قبل ما أكون في الصحراء بعد الجبل انتقلت لمكان ثاني، أشوف بشر ألسنتهم 100 متر 200 متر 300 متر في الحدود هذه، ألسنة طويلة جدا. وأشوف ملائكة العذاب
معاهم حدايد كبار يغرزونها في اللسان من أوله لين آخره. الصياح اللي كنت أسمعه إلى الآن في قلبي أشعر بالرعب فيه والله العظيم. شوف هذا ب3 أسابيع يوم يغرزونه في اللسان من أوله، يغرزون كأنهم يخيطون بحديدة كبيرة زي السلاسل، ويصيح يصيح يصيحون. أسمع صياحهم إلى الآن والله العظيم أشعر بالرعب، لين يوصلون عند فم الإنسان ويسحبونها. أشوف اللسان كذا يسحب من الأمعاء. نسأل الله السلام. الله يجيرنا الله يجيرنا. فالملك اللي على يميني أسأل أقول من هذولا؟ يقول هذولا الماشيين بالنميمة والغيبة. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. الله لا يجعلنا من أهل النميمة ولا يجعلنا من أهل الغيبة. في كل مرحلة شعور عجيب صعب أوصف الشعور. الصحراء كان في زاوية الصحراء شخص سبحان الله العظيم، يعني أول ما شفته أول شيء شعرت بوجوده. في شخص بعيد في الصحراء ما تشوفه عيني، بس أشعر إن في شخص هناك. لا كل لبسه أبيض، ما أدري هو ثوب، المهم إنه أبيض فأبيض. هذا وجهه ما شفته، أشوف نور بس طالع من وجهه وعليه قماش أخضر شفاف. أسمعه يتكلم ما توصل الكلمة يوصل لي صداها. ليش جاء هذا هنا؟ ليش جاء؟ رجعوه ردوه، ما هو وقته، رجعوه ردوه. أسمع الصدى في الصحراء كاملة سبحان الله العظيم. بس يبقى ردوه رجعت لوضعي اللي بين الصخرة. والله العظيم إني حسيت بضربة الروح في الشاطئ، ودخلت من تحت صدري مكان المرارة. حسيت بألم، ألم فظيع في جسمي إلى الآن. يوم أروح أصلي وأرجع والله إني أتمدد على السرير من الألم في جسمي إلى الآن. أحس الروح يوم دخلت جسمي انحشرت في جسمي، يعني ما حسيت بألم فظيع في جسمي. وكرهت يوم دخلت جسمي، يعني يوم كنت خارج الجسم كنت أشعر سبحان الله خفة، وأشعر بتحركي خاصة في البستان أتحرك كذا بكل أريحية. طبعا ما شفت لا يدي ولا رجلي، بس عيون بس. حتى لسان ما أتكلم بلساني ولا أسمع أصوات اللي كانوا يتكلمون وراي اللي على يميني، بس تخاطر في الدماغ. أي كلمة يقولونها أسمعها هنا في راسي. سبحان الله العلي العظيم. يوم رجعت لجسدي سبحان من أخرجني من بين الصخرتين هذه. سبحانه والله العظيم ما قاومت، ولا وجودي في الصخرة بين الصخرتين والله العظيم ما تتجاوز 30 ثانية. بس اللحظات اللي عشتها وأنا خارج جسدي يعني إذا ما هي شهر ونص، يعني لا الزمان والمكان ما تشعر فيه اللي شفته أنا. طبعا بعد ما استفتيت شيوخ قالوا هذه البرزخ، أنت قلت للبرزخ. والله سبحانه وتعالى رجعت لك روحك. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا من نار جهنم، وأن يجيرنا من عذاب القبر، ومن كل عذاب الله يسلط فيه على عبده. الله يجيرنا، الله يحفظنا بحفظه الكريم، ويتجاوز عنا سيئاتنا ويدخلنا جنات النعيم. الكلام يختلف عن اللي عاش التجربة. أنا في البداية ما كنت أعرف أن انفصال روح، أنا قلت يمكن حلم. بس يوم رجعت الكاميرا السيارة فعلا أنا كنت في البحر، طلعت من البحر. يعني كنت الشيوخ استفتيهم كنت أقول يمكن ذولا يعني يمشوني في الكلام، ولا خلاص قول له كلمتين. ما كنت مقتنع. 3 أسابيع عادي سألت أكثر من 30 شيخ مفسرين أحلام، كلهم تكلموا عن انفصال روح. قال طالما أنت كنت في واقع وفعلا في بحر وكذا. قلت ايوه انا عشت تجربة. انا بعد ما شفت حلقات في اليوتيوب عن انفصال الروح الاشخاص عرفت ان تجربتي تجربة حقيقية 100%. لكن اسأل الله العظيم ان لا يرينا الاهوال اللي شفتها. والله العظيم ما اقدر اوصفها، ما اقدر اوصفها باللسان مهما بلغ فصاحة لساني. ما اقدر اوصف اللي انا شفته. واسأل الله العظيم ان لا يحرمنا من الشجر هذيك والبستان اللي كنت فيه. لا إله إلا الله. أجل كيف جنات النعيم إذا كان هذه برزخ؟ أجل كيف جنات النعيم؟ وأسأل الله العظيم أن يعفو ويغفر ويرحم للأشخاص اللي شفتهم، ملايين الملايين اللي يعذبون، أن يلطف بهم الله سبحانه وتعالى ويلطف بنا يا رب العالمين، ويتجاوز عنا سيئاتنا ويغفر لنا. والله العظيم إن رسالتي هذه أنصح فيها كل إنسان. لعل الله سبحانه وتعالى كنت يمكن ماشي في طريق غير مستقيم وألهمني بالتجربة دي، اللي يغفر لي ويرحمني وأرجع لله. فأنا والله رسالتي لكل من يسمع رسالتي، كل إنسان أن يرجع لله سبحانه وتعالى. والله العظيم أنا صاحب تجربة حقيقية
اللهم بلغت اللهم فاشهد.